دي ما بقتش فيديوهات للكلام عن الفانتزي واللي بيحصل في الفانتزي، دي بقت فيديوهات للكلام عن ما وراء العادي. عادي. نادي ايفرتون في 5 جولات جايب جونين، النهارده بيلاعب برينفورد في وضع طبيعي، وانا عايز حارس قلت بس احنا نجيب فالكن بتاع برينفورد، حارس كويس، وبرينفورد ما بيلبسش جوال كتير، وايفرتون كده كده ما بيجيبش جوال خالص خالص. ايفرتون النهارده كسب برينفورد 3-1. ايفرتون جاب 3 جوال عشان انا جبت الحارس بتاع برينفورد. بس عادي. رودري الديفندر بتاع مانشستر سيتي تقريبا اللعيب الوحيد في مانشستر سيتي اللي ما بيتغيرش، لعيب شبه اساسي وبيزيد وبيعمل شغل حلو قوي في نص الملعب. جبت رودري في تشكيلتي. رودري النهارده قرر يتجنن في عقله ويموت لعيب من نوتنجهام فورست، وخد طرد مباشر ولبسنا -3. يخلص الموضوع على كده؟ لا، عمك جوارديولا قال لك انا الحق نفسي اعمل تبديل. هتطلع مين يا جوارديولا؟ طلع جوليان الفاريز، وطلعه في الدقيقه 56. ما استناش حتى للدقيقه 60 لما الواد يبقى واخد نقطتين، لا خلاه واخد نقطه واحده وطلعه. بس برضه عادي. طبعا بقى مش هنتكلم عن راشفورد لان ده فعلا عادي خلاص، يعني الموضوع بقى طبيعي. راشفورد كل جوله لازم ما يعملش اي حاجه خالص. مانشستر كسب، مانشستر خسر، مانشستر عمل اللي عمله، راشفورد ده قاعد باشا في الملعب برنس. الدنيا تتشال وتتحط، راشفورد ملوش دعوه. عادي. عندي بكره برايتون هيلعب، وانا عندي من برايتون 3 لعيبه، استوبينيان وميتوما وسولي مارش. انا قلبي بيقول لي ان ال3 لعيبه دول هيطردوا بكره من برايتون، او ال2 بتوع نص الملعب هيطردوا، والواد استوبينيان هيجيب جونين في نفسه مثلا. انا تعبت، نفسيتي تعبت من اللعبه دي. الحقوني. خش يا عم في الكومنتات قول لي فاضل لك كام لعيب وجبت كام نقطه وهنعمل ايه في ميلتنا السودا واللعبه الهم اللي هتموتنا بدري دي. وما تنساش تمنشن اصحابك اللي شايلين طين زيك، واعمل لايك وشير، ولو ما عملتش برضو عادي.